اجمعوا لي هنا بقى بسرعة المرضى اللي بيعملوا تحليل اسمه لوبوس انتي كواجولانت او تحليل الذئبة المضاد للتجلط، واللي فاكرين ان التحليل ده احد تحاليل الذئبة الحمراء. النهارده هنتكلم على تحليل اللوبوس انتي كواجولانت او تحليل الذئبة المقاوم للتجلط. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. احنا عندنا الدم لابد ان يحافظ على سيولته، لانه لو سيولة الدم قلت يبقى تساوي لزوجة تساوي فرص جلطات، وهنتكلم على جلطات في إيه بالنسبة لهذا التحليل. سيولة الدم دي معتمدة على وجود مركب معين اسمه فوسفوليبيد في الدم. هذا المركب طول ما هو موجود في الدم وشغال كويس يبقى الدم سيولته كويسة، وبالتالي هيتدفق كويس في الأوردة وفي الشرايين وفي المشيمة كمان أثناء الحمل. لما الجسم لأسباب عديدة جدا يفرز أجسام مضادة ضد هذا الفوسفوليبيد، تعمل ايه؟ تخلي الفوسفوليبيد ده ما يشتغلش، فتزود لزوجة الدم، فيحصل جلطات يا اما في الاوردة يا اما في الشرايين يا اما في المشيمة، وبالتالي الحمل لا يكتمل ويحدث اجهاض متكرر. طب طالما كده ليه سموه الذئبة او ليه سموه لوبس؟ لانه اول ما وصف في مرضى الذئبة الحمراء، وتم تسميته خطأ انه له علاقة بالذئبة الحمراء، لكن هو ايجابي في 30% بس من مرضى الذئبة الحمراء. هو مرتبط اكتر بمتلازمة الانتي فوسفوليبيد او بمتلازمة الاجهاض المتكرر او الجلطات المتكررة، وبالتالي مش المفروض انه يطلب خالص الا لو واحدة عندها اجهاض متكرر اكتر من 4 مرات في الشهر الاولاني في ال3 شهور الاولانيين، او مرة في ال3 شهور التانيين، او مريضة اخرى حصل لها جلطات متكررة ادت لا قدر الله الى جلطة في الاوردة اكتر من مرة، او جلطة في المخ، او جلطة في القلب، او جلطة في اي وعاء دم من اوعية البطن. وبالتالي مش بيطلبش كده عمال على بطال الاقي حد طالبه ضمن تحاليل المناعة. هذا التحليل كمان له طريقتين للعمل، في طريقه دقيقه اسمها DRVV وطريقه مش دقيقه خالص اسمها إلايزا. معظم المرضى بيجوا لي بالإلايزا ده وقلقانين ومرعوبين وانا عندي ذئبه حمراء، وهو اصلا تحاليل الذئبه الاصليه مش عاملها اللي هي الDNA والANA، او عاملها وطلع الANA 1/40 مثلا. وبالتالي هذا التحليل لابد ان يفسره دكتور روماتيزم، او في بعض الاحيان دكتور امراض دم كمان. ازيدكم الشعر بيت ده لازم يبقى ايجابي مكرر بعد 3 شهور، يعني مش بس قرايه واحده. وبالتالي اللي عنده هذا التحليل الايجابي يطمن وما يقلقش وما يمشيش للناس يقول لهم انا عندي ذئبه، لان في بعض الدكاتره بتختصر، مش عايز يدخل المريض في تفاصيل علميه فيقول له انت عندك ذئبه حمراء وخلاص. بيت شعر تاني ازيدكم بيه، ان ممكن يبقى التحليل ده ايجابي واحنا ما عندناش المتلازمه دي خالص، بنسميه ايجابي خطا او فولس بوزيتيف. ليه؟ نتيجه ان المريض تعرض لدواء معين يخليه ايجابي، نتيجه ان المريض بياخد مسيلات دم، نتيجه ان المريض حصل له عدوى قريب زي فيروس سي او لا قدر الله سيلان، ونتيجه كمان امراض مناعيه زي ما قلنا الذئبه الحمراء. وبالتالي مش خاص بالذئبه الحمراء وما يؤكدش المتلازمه الا لو كرر مرتين وفي اطار جلطات بتحصل. طب اعمل ايه؟ نتوجه لاقرب دكتور روماتيزم. 2 نعيد التحليل لو كنا عملناه مره واحده. 3 هناخد اسبرين اطفال. 4 لو الموضوع له علاقه بالاجهاض المتكرر يبقى هناخد حقن سيوله اثناء الحمل، كليكسان او اي بديل ليها مع اسبرين الاطفال اللي احنا متعودين ان احنا ناخده على طول. واحيانا بندي ادويه مناعه لو مصاحب لمرض مناعي اخر. طب لو انا ما بيحصلش اجهاض متكرر وعندي التحليل الايجابي، حصل لك جلطه قبل كده، تاخد اسبرين اطفال وتاخد دواء سيوله لفتره ما ممكن تصل الى 6 شهور لسنه لو حصلت مره واحده. لو حصلت اكتر من مره يبقى تاخده على طول طول عمرك دواء السيوله. طيب ما حصلش حاجه خالص، خد اسبرين اطفال احتياطي. باختصار ما تقلقوش وتوجهوا لاقرب دكتور روماتيزم. انا عمال اعيدها اهو لان انا بشوف حالات كتيره جدا بيتم تفسير هذا التحليل خطا، ودمتم سالمين.